الندم والتأثر بترك الحبيب يختلف من شخص لآخر، ولا يمكن الجزم بكيفية رد فعل النرجسي بدقة معينة، إلا أنه يمكن التحدث عن بعض الأمور التي قد تؤثر على مشاعر النرجسي بعد ترك حبيبه. مثل: أولاً، فقدان المصداقية والسيطرة. قد يشعر النرجسي بفقدان المصداقية والسيطرة على الوضع بعد ترك حبيبه، مما يؤدي إلى شعور بالإحباط أو الغضب. ثانياً، الصدمة والفقدان. الصدمة والفقدان. قد يواجه النرجسي مشاعر من الصدمة والفقدان نتيجة فقدان العلاقة، خاصة إذا كان يعتبر الحبيب مصدرا مهما للتأكيد والتقدير. ثالثا، التعامل بشكل سلبي. قد يلجأ النرجسي إلى التعامل بشكل سلبي بعد ترك الحبيب، مثل استخدام التهديدات أو الانتقام بسبب شعوره بالإهانة أو الضعف. رابعا، البحث عن مصادر جديدة للتأكيد. قد يحاول النرجسي البحث عن مصادر جديدة للتأكيد والتقدير لتعويض فقدان الحبيب، سواء من خلال العلاقات الجديدة أو الإنجازات الشخصية. خامسا، التغيير في السلوكيات والمشاعر. قد يعكس النرجسي ترك الحبيب في تغييراته في سلوكياته ومشاعره، مثل زيادة في التعبير عن الغضب أو الانفعالات المفرطة. مهم جدا أن نفهم أن النرجسي يمكن أن يظهر تفاعلات مختلفة بعد ترك الحبيب، وقد لا يظهر الندم بالطريقة التي نتوقعها في الأشخاص العاديين. من الأفضل دعم النرجسي بشكل صحيح وتوجيهه للحصول على الدعم النفسي والعاطفي اللازم للتعامل مع هذه المشاعر والتحديات بشكل صحي.